الراجل ده قرر ان هو ياكل ماكدونالدز فقط لمدة 30 يوم. غلطة اخذت منه 14 شهر عشان يصلحها. اسمه مورغان سبيرلوك، 32 سنة، يعتبر رياضي، صحته ممتازة، كوليسترول طبيعي، كبد سليم، كله تمام. الدكاترة فحصوه قبل التجربة وقالوا له انت 100 في افضل حال. في اول يوم اكل بيج ماك، بعدها بساعتين رجع، حس بصداع، عرق غريب ورعشة. تاني يوم نفس الاحساس. ثالث يوم بدأ يتعود، وده اللي كان هو خايف منه اكتر من اي عرض. بعد اسبوعين الكوليسترول طلع من 168 ل 225. كبده بدأ يتحول لكبد دهني، والدكتور قال له بصراحة انت بتأذي نفسك ولازم توقف التجربة. طبعا هو رفض وكمل، وبدأ يحس بأعراض زي ضغط على صدره، اكتئاب من غير سبب، صداع شديد لو فاتته وجبة، ومزاج متقلب كل ساعة. في بقى ليلة من الليالي صحي ما كانش قادر يتنفس خالص، قلبه كان بيدق بطريقة غريبة خوفته. قعد يمشي في الأوضة عشان يلتقط أنفاسه، والأول مرة خاف إن هو يكمل التجربة، ولكنه طبعا ضغط على نفسه عشان يكمل ال30 يوم دول. وفي آخر الشهر عمل حسبة ولقى إن هو أكل 14 كيلو سكر، 5 كيلو دهون، وزاد 11 كيلو وزن، وإن الكبد بقى دهني بطريقة بشعة، وخطر السكتات القلبية عنده تضاعف. بس الحاجة الصادمة إن هو بعد ما خلص احتاج 14 شهر عشان يرجع لصحته تاني، عشان يرجع لجسمه الطبيعي. شهر واحد من الفاست فود كلفه أكتر من سنة وشهرين علاج والعودة إلى الطبيعة. الفيلم اسمه سوبر سايز مي، اتعمل سنة 2004 ولغاية النهاردة بيتدرس في كليات الطب. السؤال الحقيقي هو لو 30 يوم عملت في جسم واحد صحي رياضي اللي حصل ده، تفتكر ايه اللي هيحصل في جسمك لما تكون بتاكل الأكل ده 3 مرات في الأسبوع لشهور وسنين وانت إنسان عادي؟